انت ليه باصص للريسيت؟ احنا طلبنا لكم وينجز من كل حته نقدر عليها في مصر. يلا بينا. جبنا لكم وينجز من 4 اماكن، والاماكن هم بافلو وينجز رينجز، تشيكن اند ريب، وذا وايلد وينج، وده حاجه جديده احنا ممكن نجربها الصراحه. جاست احنا جايبين في كله البافلو والحاجه اللي بتميزهم كصوص في المطعم منهم بالظبط. بافلو وينجز رينج. بافلو وينجز رينجز البندل 15 تراديشنال، تقدر تضيف عليها 10 وينجز زياده ب 360. هو الراجل قال لي احسن من ان انت تجيب مثلا 10 بلس 10 وينجز. حاسه نصب عليك كده جدا. حاسه انه اتنصب عليا. هو المساح لي اسطى بسم الله يا عم لا ماشي. لا يا عم احنا الصوصز اللي طلبناها بتيجي بره، ده بيبقى احسن عشان انت لو هتاخدها معاك البيت تعرف تحط الصوصات على بعض. الصوصات بتتقسم لحاجتين، الشطه بتيجي لوحدها والفليفرز بتيجي لوحدها. فاحنا هنا البافلو بالظبط، وهنا ايه ده الكريزي الشطه بتاعه الاتوميك البافلو، وجايبين اكس هوت للكريزي. الكريزي هو السبيشال عندهم، والبافلو جبناه زي ما قلنا في كله زي بعض. از اكستراز بيجيب بطاطس ورانش صوص. بالظبط. دول قلنا ثمنهم كام؟ 360. احنا الشركه السعوديه. دول ثمنهم كام يا محمد؟ ده البافلو وده الكريزي. جرب دلوقتي الاول البافلو. فيري نايس. حلو يا عم. قالوا منكم ريفيورز الدرام ستيك ولا الفلات؟ فلات. درام ستيك اسهل في الاكل. لا تحب اكل. انا بحب الفلات، ولكن البافلو الميديوم هوت هنا انا بالنسبه لي عشان بحب السبايسي. ميديوم هوت بالنسبه لي ما بيكيفنيش قوي في الوينجز. انا بحب حاجه تكون سبايسير. اول يو كان ايت. انا ولا بيجي لنا زباله في الاولي بني. زي 50 جنيه بجد ده فعلا احسن من غير اوفر. ايوه طبعا. تانية فعلا الاوفر دي واخده حقن. لا بجد طعمه حلو قوي من غير اوفر. سوري انا قلت ميديوم هوت، لا ده ده اتوميك. بس مش باين قوي انه سبايسي قوي ده عادي. مش باين انه سبايسي يمكن يطلع خالص. سنة. هندوق دلوقتي الكريزي. هي ميكس كاتشب على مثلا مايونيز على بافلو صوص. الكريزي ده سبيشالتي من السبيشالتيز الحلوه اللي عند بافلو وينجز رينجز الصراحه. بس البطاطس غلط هنا، يعني مش عايز اكل بطاطس. ممكن تبقى لو كانت حاجه سبايسي تضطري. بس هي حاجه اديشنال لذيذه. نخش بقى على المطعم اللي بعده. لحد دلوقتي بافلو وينجز رينجز رايق، فنخش على اللي بعده نجرب. وايلد وينجز الحاجات اللي احنا هنموت نجربها لاسباب كتير. اول حاجه عنده كيس حراري محطوط جواه كورن، ومحطوط جواه خضار، ومحطوط جواه الوينجز كمان. ده اللي يعرف شريمب نيشن او الحاجات اللي هي بتاعت الجمبري اللي بتعمل جوه الكيس وتشيك تروح ونزل لك بقى على الرز والحاجات دي. الجو لا باش تاكل من على الزباله تقعد تجيبه من على الارض الحاجات دي. هو 12 بافلو، وهو ما ينفعش تجيب اقل من 12 بافلو في المكان. بس في 6 من الزست. بالظبط 6 بقى. ده احنا جبنا 6 على جنب وايلد زست، ده صوص سبيشالتي عنده. هنعرف هو ايه وهنجوه لسه يعني. خلينا نقول لكم الاسعار. بافلو ال 12 240، لو جبته بالكيس الحراري هيبقى 250. بالنسبه للستة وايلد زست 110. على جنب بقى احنا جبنا اقوى صوص عندهم سبايسي صوص ل 2 مليون. ده هي سكوفيل سكيل، ده يبقى وحده قياس السبايسي بتاعه الحاجه. فهو معمول 2 مليون. كان اكبر حاجه موجوده عند بافلو وينجز رينجز 1 مليون. الراجل سلم عليها قال لي خلي بالك من نفسك. ده بس كده. بس يعني ايه الولاد ده ترتاح. اوه دي اهم حاجه انا شايف. كريسبي فرايد كريسبي صح؟ هل دي فرايد؟ خد جزر خد جزر. انت رزمه وانا رزمه. بتاع الفراخ وانا باكل حاسس ان مليانه من بخيره. انا اسود. ده سويت كورن مبدئيا كده جامده قوي. نسينا ان الريفيو وينجز اصلا احنا بناكل ذره. لا بس طعمها حلو عامه. وينجز جامده، كورن جامد، الفكره عظيمه. اي لايك. بدايه موفقه من وايلد وينجز. نجرب الوايلد زست.
الوايلد زيست ده المفروض السبيشال عندهم من الحاجات السبيشالز معاه بقى صوص ال 2 مليون. اللي عليها ربنا يستر. اللي عليها جربوا ليه يا عم؟ انت مريض. عامة جربه انت الاول. ليه؟ عشان انا مش هقدر، لو انت تعبت منه انا مش هقدر اكله. ليه؟ ما انت كويس احسن مني في الشغل. لا جرب بس كده، ولو طيب احنا نجرب ده الاول. ربنا معاك يابا. اوكي. دوس كده. سألته ولا نسيته؟ لا بس مش تيستي صوص. والله لا ايه يا عم ليه بتعمل خلاص. مش عارف اللي هو الديبنج صوص اه. البيك تيست اللي هو تحسه مضروب بس حلو ده. طعمه وحش يعني. دي فكرته مع الوينجز مش ألذ حاجه خالص. هو ثوري شويه، بيك تيستي ثوري في الموضوع صعب. بس لا طعمه مش يا ابني انت شفت فيديوهات كانوا بيلمسوه يموتوا بيلمسوه اللي انت عملته ده. طيب انا هعتبر دي معلقه يا جماعه وهاخد واحده. يا جماعه التشانل محتاجه واحد تاني عشان راح مننا، عايزين حد يجي يصور معايا فيديوهات. بوم 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 بيبسي. خلاص يا عم خلاص فهمت. في شهاده دلوقتي على الافتر. ممكن بيبسي يا جدعان مش برود. مش برود بس. يا اسطى بسرعه ايه ده؟ ايه البتاع انا ده؟ مستحمل عادي، انا مستحمل عادي. هات هاستون دايت. نامي. نام يا أمه. انا بس عايز اقول حاجه. خش على اللي بعده، خش على اللي بعده. اقفل الفيديو. It's just twins. اعذرونا. الكاميرا شغاله؟ دينا عاملين كده كلنا. الصوص يا جماعه 2 مليون ده صعب قوي. It's just wings, no forks, no knives, no napkins. Killer wings. Stupid price. قاعد تتكلم كتير قوي يعني. ليه الماركتنج بتاعك كل ده يعني؟ خلاص طلبنا 16 بيس ب 260. ما عندوش بافلو. طلبنا 2 صوصز. لو جبتوا 16 هتعرفوا تجيبوا 2 صوصز. اقل من 16 بتجيبوا بس 1 صوص. احنا جبنا المانجو تشيبوتلي وجارليك بارميجان. نجرب الاثنين ولا بيجي كمان مع الاوردر بطاطس ورانش صوص. هما مش جايبين معاهم جلوفز فاحنا استعنا بجلوفز. كانت بافلو وينجز. جايه الرينجز اللي جاب كتير قوي. مانجو تشيبوتلي. تشيبوتلي هو مكسيكان صوص كده. مكسيكان صوص كده ميكس مع مانجو صوص فريحته فروتي شويه. فيها حاجه حلوه بس لا. لا في حاجه حلوه ايه يا ابني؟ دي المانجا بتاع بيتي ودلقته المانجا الطبيعيه الحلوه دي. بالظبط. اي ابريشيت الايديا. الايديا حلوه يا عم ده ابريشيت وحشه. والله. لا يعني هي وحشه. لا وجربها ومحدش دقها غالبا. احنا نحطهم على بعض وتفضلوا الجبن. بص هي خلينا نتفق. هي مش اكستريملي باد يعني. مش ماشي بس ما تطلبهاش. يعني ممنوع. انا ابلعها عادي واكلها بس مش هطلب. فكره محتاجه تجويده اكتر من كده. تهدي المانجا مثلا. تهدي المانجا طعمها واضح قوي يعني. انا حاسس ان انا باكل مانجا. جرب جارليك بارميجان. لا الوينجز بتاعته وحشه عامه كوينجز. دي حاجه ثالثه. الجارليك بره. حلو مش مضايقني، بس الوينجز نفسها طعم اه فراخ مش حلو. هارد لك. اللي بعده تشيكن اند ريبز. اللي ما اعرفش عنه اي حاجه شوفوا. تشيكن اند ريبز طلبنا 6 و6 ب 170 جنيه. الستة الاولانيين 6 بافلو و6 ناشفيل. طبعا بصوا كل اغلب المطاعم بتطلع وينجز بتطلع معاها رانش صوص عشان حاجه تفصل بيها لو وسط السبايسز الجامده يعني. طالبين 6 ناشفيل وطالبين 6 بافلو. طلبنا من عندهم البافلو وينجز الناشفيل تشيكن وينجز. يس. خلينا نقول حاجه مهمه برضو ان الدرام ستيك هنا لازقه في الفلات. يعني الستة هنا بالنسبه لمكان تاني بال12 لان هو جايب الجزئين اللي بيتقطعوا في مكان تاني حتتين. خلينا نقول بس انا كان نفسي تبقى متقطعه. انا مش متعود عليها كده. ده اسهل لي شويه بدل ما انا قاعد بغلوص فيها كده. بس هي طعمها خرافي. السبايسز من بره حلو. فراخ مستويه حلو. مش باين زفرتها رغم حجمها. حجمها ده المفروض اكتر انه يبان فيه الزفاره عن الباقي. لا بالعكس دي طعمها حلو قوي. هندوق دلوقتي الناشفيل بقى. كناشفيل المفروض يكون الفراخ من جوه متبله بالسبايسز. هنا هي واضح انها مش متبله بالسبايسز جوه ومن بره متبله حلو بالسبايسز الصراحه يعني. لكن الفرخه من جوه مش وحشه قوي. مش وحشه. قربنا الكاميرا. محتاجين نقرر 2 حلوين. احنا حاسس نوقف وايد وينجز بافلو وينجز. يلا نجيبهم. يلا نجيبهم.
دلوقتي هنبدا فري تايم، هنلغيه المره دي في الجادج بتاعنا. هنخش على طول على البرايسنج. ده ب 360 ومديني 25 بيس. ده كان ب 360 برضو بس مديني ايه 18 مديني 12 بلس 6. فلحد دلوقتي انا شايف البرايسنج كقيمه مقابل السعر بافلو وينجز رينجز يكسب. بس هنخش على اللي بعدها ايه كواليتي تيست. خش على التيست بصراحه انا اتبسطت بالاثنين، انا مش هقدر اجي على حاجه على حساب حاجه. بس الاكسبيرينس بتاع دي غير، الاكسبيرينس بتاع دي غير قوي، التيست بتاع ده غير بصراحه مختلف. كورن مع الوينجز حكايه. دي حقيقه. انا حاسس ان وايلد وينجز يكسب في هو مش هيكسب بمراحل، مش هيكسب بمراحل خالص. فانا شايف ان وايلد وينجز ياخد البوينت احتراما للفكره الجديده بالباكجينج. الباكجينج كباكجينج ده فاشل لسنه. انا ما عرفتش اقلب غير اللي جاب كيس. انا ما عرفتش اقلب غير لكن بافلو وينجز رينجز جايب لي 2 علبتين ينفع تقفلهم وما بيتفتحوش بسهوله اصلا. يعني كل مره لو خدتوا بالكم في الفيديو هنقعد نفتحهم بصعوبه وترجهم براحتك وكده. هنا ده ايجين ستايل قوي ومش لايقه على وينجز. يعني انا مقدر ان دي ممكن تتفتح خالص تقريبا وتبقى زي طبق، بس انا عايز حاجه اقلب فيها. اخر حاجه هي الكوانتيتي. بافلو وينجز كسب لان هو جايب لي 25 وينجز مقابل 16 ولا 18. طبعا في كيس وطبعا جواه حاجات. ريسبكت على فكره. انا مش بقلل خالص بقى من وايلد وينجز، بس الصراحه انا حاسس ان بافلو وينجز ستيل محافظ على مكانته في الوينجز بالظبط. طبعا مبسوطين جدا بتجربه وايلد وينجز وانه لسه كمان فاتح قريب. بالظبط اوبننج يعني مش كمان اوبن. فهو الصراحه انا مبسوط قوي بيها يعني كتجربه وكفكره جديده في الوينجز ما شفناهاش قبل كده. احنا كده خلصنا فيديو. قولوا لنا في الكومنتس انتوا بتحبوا الوينجز تاكلوها منين، واعملوا لايك وسبسكرايب وشير كده مع صحابكم لو انتوا عايزين تروحوا تجربوا وايلد وينجز. انصحكم تجربوه لانها اكسبيرينس مختلفه. الحلقه الجايه هنجرب كل الوينجز اللي من مطاعم البيتزا. دي ممكن تبقى حاجه مختلفه وجديده ان شاء الله تعجبكم. نشوفكم المره الجايه. سلام.